بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وبالف خير. النهارده ان شاء الله كنوز بتقدم لكم فيديو في ثواني هتكون حافظ جدول 9. هقول لك النهارده طريقه من اسهل واجمل واحلى الطرق لحفظ جدول الضرب. طبعا جدول ضرب 9 له طرق كتير، بس دي احلى واجمل طريقه ان شاء الله في ثواني هتحفظ جدول 9. بس يا ريت ما ننساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه وعمل مشاركه ليه عشان يوصل لكل الحبايب الحلوين. يلا بينا ومع كنوز الرياضيات ولسه صبري. انا ما رضيتش طبعا اكتب الجدول، لاني زي ما قلت لك انت في ثانيه اول لما تسال ابنك 4 في 9 بكام، 5 في 9 بكام، 9 في 9 بكام، لو عارف الطريقه وسمع الفيديو في ثانيه هيقولها لك. فمثلا انا قلت 5 في 9 احلها ازاي يا باشمهندسين؟ انا هستخدم الواحد، باجي اطرح واحد من الخمسه تبقى 4، وبعدين الأربعة دي أطرحها من التسعة بقت 5، يبقى 5 في 9 ب45. نقول تاني 8 في 9 هنقص واحد، الرقم أو العدد اللي مضروب في 9 بنقص منه واحد بقى 7، برجع أنقص السبعة من التسعة 2، يبقى 8 في 9 ب72. طيب تعالوا قولوا لي أي رقم، مثلا 7 في 9. يلا يا باشمهندسين انقص واحد من السبعة بقى 6، هرجع اطرح 6 من 9 3، يبقى 7 في 9 ب63. فانت لو جيت سالت ابنك حط بقى الاستراتيجيه دي في دماغك، اي عدد اقول لك في 9 نقص منه واحد وارجع اطرحه من التسعة، هتروح قايل العدد في ثواني. سهله هي. اكيد مع كنوز الرياضيات اكيد 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 هتحب وهتلاقي متعة الرياضيات، وده واجب للبشمهندسين يحلوه بالطريقة اللي أنا قلت عليها. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي، مع السلامة.